السلام عليكم. رجعت لكم على الاطباق الاقتصاديه والبنينه، واليوم جبت لكم كراتين تاع شوفلور. ونعرفوا باللي الشوفلور يعني صعيب شويه، لوغو نتاعو شويه صعيب باش ديري بلا يعني بنين وياكلوه لك يعني كامل العيله، يعني شويه صعيب. على هذاك اليوم جبت لكم كراتين وانا متاكده باللي راح ياكلوه وزيدوا يطلبوا منك انك تعاوديه لهم، لانه صح يعني فعلا بنين وبنين. شوفوا كيفاش يعني كيفاش جا مفرمج معمر بالفرماج، ما شاء الله يعني. طيب في الفور كما شفتوش بنين، انا ما نحطوش في القناه. متاكده باللي راح يعجبهم ويعجبهم كامل، لانه فعلا يستحق التجربه. نعرفوا باللي الشوفلور شويه صعيب، يعني باش ديري به طبق، لانه شويه لوغو نتاعو صامت، ونعرفوا باللي بزاف ما يحبوهش، لكن على بالي باللي الطريقه هذه راح يعجبهم وراح يطلبوا منكم انكم تعاودوه. اذا تبعوا معايا الطريقه. هنا راني جبت الشوفلور، حطيته يعني غليت الماء وغسلته مليح وحطيته يغلي في الماء. هنايا هاني جبت شويه بصل، حبه بصل حطيتها في الزيت، ما درتش الملح باش ما تقليش الماء نتاعها. خليتها حتى تقلات شويه، زدت لها الثوم، زوج سنات تاع الثوم. نقليو البصل هذيك مليح، ما نخليوهاش يعني لازم تتقلى مليح في الزيت باش تمدنا لوغو هذاك اللي بغيته. انا عندي طرف هنايا، يعني هي وصفه اقتصاديه. شوفوا هنايا راه والله جبته من الكونجيلاتور، حطيته باش يذوب، لقيته مازال ما ذابليش، لكن بالسخانه هذيك ها هو راح يذوب. بالسخانه هذيك ذابلي. خليت البصله تقلات مليح قلات مليح مع الثوم والزيت، وكي تقلى الدجاج مليح. الان نضيف التوابل، درت الملح، راس الحانوت، فلفل الكحل. انا الملح ديما ما نضيفوش مع الاول، لان البصله كي ندير لها الملح تطلق الماء نتاعها. كركم، شويه هنايا طماطم مصبره، اللي عنده الزنجبيل يزيد الزنجبيل. الدجاج نعرفوا بلي يحب الزنجبيل. هنا عندي توابل الشاورما، اللي ما عندهاش توابل الشاورما يعني تكتفي بهذوك لي زيبيس اللي حطيتهم في الاول فقط. الان راني ضفت الطماطم بعد ما تقلت لي الطماطم المعلبه هذيك باش تنحى لها الحموضيه هذيك. ضفت حبه طماطم وقليتها شويه. الان هنا الماء ما تضيفوش بزاف، ضفت كميه قليله فقط. شوفوا كيف تجمرت لي، تحصلت على شويه صوص. لازم تخليو شويه فيها شويه صوص، ما تخليوهاش تنشف كامل. الان نروحوا لصلصه البيشاميل. على بالي باللي كامل تعرفوها، لكن حبيت نعطيكم الطريقه نتاعي اللي نخدم بها انا الصلصه نتاع البيشاميل. حطيت هنايا مغرفه تاع زبده ذابت، يعني طريقه سهله. الان ضفت لها مغرفه تاع فارينه، نخليو هذيك الفارينه تخلى شويه مع ذاك مع الزبده. يعني قليتها لهنا مليح مع الزبده. دوك تشوفوا الطريقه انا اللي نخدم بها. شوفوا هنا نحيتها خلاص على الغاز، يعني نحيتها على الغاز، ونبقى نضيف الحليب بالعقل ونخلط. راهي هنا ماهيش على النار، نزعتها من النار ونضيف الحليب كميه قليله ونخلط. هذه هي الطريقه انا اللي نستعملها في البيشاميل وتجيني ما شاء الله. اعتمدت هذه الطريقه منذ سنوات. ننزع خلاص هذيك الطاوه هذيك من الغاز من النار، ونبقى نضيف في الحليب كميه قليله ونخلط، نضيف ونخلط. عاود رجع لي الفيديو اللورا. اذا نضيف الحليب قلنا بالعقل ونخلط، بالعقل ونخلط. وما تخافوش راهم ما تقولوش فيها تكتلات، والله ما يجي فيها حتى تكتلات، وتجي ما شاء الله. هذه الطريقه انا قلت لكم نستخدمها منذ سنوات. لما نخلطش الحليب وهي على النار، ننزعها من النار ونخلط بعقلي. كي نكمل كميه تاع الحليب نردها للنار ونخلط حتى نتعقد. هذه هي الطريقه نديرها انا، وجربوا تشوفوا الطريقه نتاعي هذه تجيكم سهله.
ونبقى نخلط فيها. الان راني رديتها على النار ونبقى نخلط فيها حتى نتعقد. ودوك تشوفوها ما فيهاش تكتلات وتجي والله تجي ما شاء الله. شوفوا كيفاه جات، شفتوا كيفاه جات تقول كريم باتيسييه والله تجي ما شاء الله. الان خلاص نحيتها على الغاز بعد ما عقدت. ضيفوا لها اي نوع تاع فرماج عندكم، اي نوع. نعرفوا بلي البيشاميل تحب الفرماج، كل ما تضيفوا لها الفرماج تجي بنينه. انا مش راح ندير لها شويه فلفل الكحل وشويه ملح. انا من قبل كنت نضيف جوز الطيب، لكن من بعد قالك بلي راهي حرام ومسكره وما على باليش الانسان يبعد على الشبهات، وليت ما نضيفهاش، نضيف فقط الملح وفلفل الكحل. وراح نعطيكم واحد الحاجه فقط، راح نقول لكم البيشاميل هنا اذا كان شفتوها جاتكم مثلا عاقده. انا بالعاني درت لكم هذه العفسه باش تعرفوا، كاين بزاف تجيهم عاقده ما يعرفوش واش يديروا. ضيفوا لها شويه كميه تاع الحليب فقط ها، وترجع كيما القوام اللي حبيتوه. درتها اللقطه هذه بالعاني يعني باش نعطيكم، باش اذا كان جاتكم البيشاميل عاقده وما عرفتوش واش ديروا لها، ضيفوا لها كميه تاع الحليب هكذاك بارد عادي وهي سخونه وتخلطوا فقط. هنا انا هاو الشوفلور تاعي ولا البروكلو تاعي الواحد واش يسميه، صفيته من الماء هذاك وقسمته قطع ما ترحيوهش، قسموه فقط قطع. خلطت معاه هذيك الصلصه نتاع الدجاج والطماطم، تخلطوه تخليها تاخذ البنه هذيك. راهي هنا ماهيش على النار، راني نزعتها من النار. والان راني خلطت معاها كميه تاع البيشاميل، نخلط كميه ونخلي شويه للتزيين من الفوق. خلطت معاها كميه تاع البيشاميل ونخلي كميه باش نزين بها من الفوق. هاهي هنا بعد ما خلطت معاها لاصوص هذيك، جربوها تشوفوا بالطريقه نتاعي وردوا لي الخبر. وما شفتهاش يعني بنينه ما نحطهاش خلاص في القناه. دهنت انا هنا بلا اللي يروح للفور بشويه زبده، وحطيت هذيك الخليط نتاع الشوفلور مع لاصوص مع البيشاميل، وزدت هنايا الكميه اللي بقات لي نتاع البيشاميل درتها من الفوق. والان درت فرماج رابي، وطيبوها عادي، طيبوها من التحت حتى نشوفوها طابت، يعني تاخذ وقت تنشف. من بعد زيدوا تفتحوا لها من الفوق حتى تحمر شويه كيما هكذا. والله تجي الطعمه نتاعها تجي اروع ما يكون. جربوها وردوا لي الخبر. حتى اللي مش مالفين ياكلوا الشوفلور ولا ما يحبوهش بالطريقه هذه غير يعودوا يحبوه، ولادكم كامل ياكلوه. انا كما شفت الوصفه هذه شفتها ماهيش ناجحه ولا ماهيش بنينه، راني ما نحطهاش في القناه، نخسر وصفه وما نخسرش المصداقيه نتاعي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم. ان شاء الله يعني في الوصفات الجايه راح نجيب لكم وصفات بنان وفي نفس الوقت اقتصاديين. يعني كميه هذه صغيره فقط نتاع دجاج. دارت لي البلا هذا يعني كانت في الكونجيلاتور من بكري. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.